والله العظيم هذا صلي على النبي يا حماد. ايه في؟ والله العظيم العظيم ايه حصل ده كله يا عم؟ انا ما لحقتش العرض. عرض؟ العرض هجيبه لك تحت هنا. انا من يومين اديني مكتوب يا عم انت عامل له عرض بطلك لك تسوي المحل عليه. يا عم هديك العرض حاضر. يا عم ايه اللي قلت لك عرض؟ لا خلاص يا راجل والله هجيب لك اللي عايزه يا عم. بالهداوه بالهداوه يا عم. هكسر له بالمحل بتاعه يا عم. لا عندي يا ده لا يا عم اللي عايزه هجيبه لك. صل على النبي. واحد واحد واحد. خسران يا صل عليه. لا اله الا الله. شوف يا شوقي الواد انا ده. عايز العرض. انا عايز العرض بدل ما موتك واصل واسيبني يا عم بالراحه يا عم. يا عمر والله بتزعق ليه يا عمي بتزعق ليه؟ لا والله مش بزعق بتزعق بس انا ما اخدتش العرض زي الناس. انا اشتريت من عندك من يومين واخدت بالسعر القديم. جالك في عرض عندك هتديني من العرض ولا اكسر المحل ده كله؟ الله الحق ده عايز يكسر المحل. دقيقة واحدة عايز تكسر ايه؟ اكسر المحل على صاحب المحل لو ما اخدتش العرض ده. انا المحل على صاحب المحل؟ آه. وماله يا ولدي عايز تكسر المحل قول لنا علشان خاطر نكسر المحل. النضارة فين يا؟ هاتوا لي النضارة. حطيت النظاره. النضارة فين يا؟ استاذ والله العظيم. يا ابو عواشي. بطلت لك لعنك علي. انا هنا انا عملك عليك لا اله الا الله. اقعد يا. هتديني العرض ولا اكسرك هنا انت؟ اقعد يا. هموتك واصل انا. هدي لك العرض. مش هغني فيك. طب اقعد اقعد. ايه انا يا ولدي هتديني العرض. هدي لك العرض بس يعني لو ما اخذ يا ولدي شدنا. الواد ده كل ما ننزل لنا بوست ولا حاجه على الفيسبوك نقول في عرض علشان خاطر الكل يلبس والكل يفصل فهمني؟ يجي اول واحد لو ما اخذه وياخذ العرض ويرمي. دلوقتي يا ولدي انا بخلت عليك بحاجه؟ بس انا ما لحقتش. انا ما لحقتش. هديلك يا ولدي هديلك دلوقتي لو ما اخذ يعني مش اللي بيطلب حاجه مش بيطلبها بالادب. حصل. ايوه بالادب وانا جيتك عيني بالادب. انت دخلتك دي ولا شفت منها ادب ولا هوبت من الاصول. اديله كمان علمه الادب. اديله. تعال اعمل لك ارجي ومرجي برا يا راجل. ايه يا راجل؟ بالادب. والله حكسر واعمل. انا يعني لو ما اخذ يعني انا غلطان. يا سلام غلطان. والله اعمل لك ارجي ومرجي من الصوت. انا بقول خلي الشباب تلبس. برضه مش همشي من هنا المكان. مش هاخد العرض انا. والله راسك مش عجباني راسك مش عجباني. خلاص انت اسمك ايه يا؟ اسمي سعيد. سعيد يا ابو كل يوم تاي تعمل لي شبوره هنا. دلك يا ولدي انا دلك قصرت مع حد في حاجه؟ يا ابوي انا عايز البس هنا عشان عيد. عايز البس الجديد انا. لا بسلي على النبي. اللهم صل عليه. هتعمل متابعه للصفحه وكل ما ينزل بوست يا ولدي تعمل لنا 10 تعليقات فاهمني؟ خلاص كو تعمل منشن ل10 اصحاب. حصل. واول ما ينزل اي عرض يا ولد عمي فهمني زي كده يا باشا تروح تبلغ الناس كلها. واخذ الجلابيه النهارده ببلاش. هدي لك الجلابيه وهدي لك كلسون نظيف. عايزك تضحك ها؟ يلا يا سعيد لبسوا معاي يلا. لا اخذ الجلابيه دول كده. اخذ الجلابيه ولا سجن فيك. انا مش عايز امد جدي عليك لغايه يستاهل. مش عايز امد جدي عليك. لا خد دقيقة واحدة، أنت معاك فلوس مواصلات؟ لا عشان تركب مرة. عايزين مفاجأة ثالثة كم محضرها لك. انا كده اخذت العرض يا عمي. ولا هتاخد انا اخذت العرض. تقول عايز عرض ثاني لا. مش عايز ثاني. تقول عايز عرض ثاني. اطلع يا الناس كلها تاخذ العروضات الا أنت يا معفن يا قليل الأدب. يستاهل. تبعي أنت ولد عمي. انا عاوز لي عرض برضه كنت جاي معاه. في أول الشارع ناس بتبيع ترنكات أديداس توكل على الله. يا ابوي انا عايز لي يا جلابيه. عمي توكل على الله الله يبارك لك مش جاي لي معاه. يلا توكلوا على الله. ناس ما تأخرش يا إخواننا والعروضات مستمرة إن شاء الله لغد قبل عيد الضحية يوم الوقفة. السلام عليكم.